يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق. السياسة هذه اللي ما كانتش حتى في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية. شكرا جزيلا لكم أيها الشعب المغربي العظيم. في 2006 شعب غزة تيعانوا من الحصار، وجيش الاحتلال غيتفنن وغادي يتمعن في هذا الحصار هذا، غادي يحيد المطار الدولي اللي كان في غزة والميناء التجاري الدولي اللي كان في غزة، وغادي يسد جميع المعابر المؤدية نحو الخارج. هذا نعتبروها ان غزه واحد السجن كبير. لكن يوم 7 اكتوبر 2023 مع اندلاع الحرب بين حماس والمقاومه الاسلاميه مع جيش الاحتلال غتزيد تعرف غزه واحد الحصار مدقع، واحد الحصار اللي ما عمره ما كان في التاريخ البشري. لكن مع شدة الحرب جيش الاحتلال غادي يتفنن في تعذيب الشعب الفلسطيني، وغادي ينهج سياسه التجويع والتعطيش. هاد السياسه هذه اللي ما كانتش حتى في الحرب العالميه الاولى ولا في الحرب العالميه الثانيه. هاد السياسه هذه اللي تعتبرها مجلس الامن الدولي حرب اباده وترقى الى جريمه حرب. مؤخرا حيات بعض الضمائر منها العربيه ومنها الاوروبيه وبداو يصيفطوا مساعدات، لكن جيش الاحتلال غادي يرفض دخول اي مساعده لقطاع غزه. غادي يوصلوا لاتفاق ان جميع المواد الغذائيه والمواد الاساسيه غادي تبقى تجي وتسقط جوا. لكن هذه العمليه ايضا ما خلاتش من المخاطر ومن النتائج السلبيه، ان العديد من الصناديق ومن البراميل ما تفتحش لهم داك الباراشوت ديالهم وغادي يسقطوا على الناس مما سبب ضحايا. لكن والحمد لله وبفضل العلاقات الطيبه مع كافه الدول كافه المتدخلين ودول الجوار مع قطاع غزه، المغرب غادي يستطيع يكون اول دوله في العالم اللي غتدخل مساعدات طبيه وشبه طبيه وغذائيه لقطاع غزه. خلاص اقف يا ابن المجنون. من هذا المنبر تحية تقدير واعتزاز إلى ملك المغرب محمد السادس على هذا الموقف الرجولي الذي قام به. يعني المغرب أول دولة في العالم تستطيع الدخول يعني بشاحنات المواد الغذائية الأساسية وفك الحصار على غزة عن طريق البر. نعم، المغرب أول دولة في العالم تستطيع دخول يعني حدود غزة عن طريق البر بالشاحنات يعني فيها مواد غذائية ومواد طبية وكل المستلزمات أمام صمت الجميع. في نفس الوقت ملك السعودية وملك الحرمين يرفض إعانة فلسطين ويعطي إلى أوكرانيا 420 مليار. شوفوا يعني قمة الخيانة، كيفاش خيانة عظمى للأمة وخيانة دين محمد صلى الله عليه وسلم. تحية تقدير من هذا المنبر إلى الشعب المغربي وإلى ملك المغرب محمد السادس على هذا الموقف الرجولي الذي سوف يسجله التاريخ، وفي انتظار تونس والجزائر وليبيا في يعني إرسال يعني مواد غذائية إلى إخواننا في فلسطين. هذه هي أكياس الكربونات التي تحتوي على المعلبات من فول وحمص وبازلاء وسكر، بالإضافة إلى السيرج والسكر والرز والملح والخميرة، بالإضافة إلى أكياس الخضروات تنتقل إلى مكان ثاني، وهي أكياس الخضروات قد تم تجميعها والانتهاء من تجميعها. شكرا جزيلا لكم أيها الشعب المغربي العظيم. الآن سيتم الانطلاق إلى توزيع الكربونات إلى الأهالي في المخيمات في قطاع غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.